احنا بنتكلم في 2023 باللغة الهيروغليفية القديمة؟ يعني هل في كلمات لازلنا بنستخدمها؟ انت بقى اللي مشرفاني النهارده بتبهرنا بتفاصيل كتير. هي عندها ثقافة موسوعية وعندها حيوية ومؤمنة جدا باللي بتعمله، تفاصيلها كتيرة ومختلفة، هي نفسها عندها حكايات كتير وعندها أصل الحكاية. دكتورة فاتن صلاح، أستاذ تاريخ العمارة بكلية الهندسة، يا مساء الخير والسعادة. مساء الخيرات، وأنا سعيدة إن أنا بكون معاكي فعلا في البرنامج الرائع ده. أنا كمان بتبسط جدا لما بتكوني معانا، عندك ثقافة موسوعية هائلة وطاقة ما شاء الله وحيوية. خلينا كده نتكلم الأول. المصري القديم كان عنده لغة معروف إن هي اللغة الهيروغليفية القديمة. أول اعتراض، مش اعتراض، يلا تصليح. نبدأ. تقريبا 99% من المصريين ومن العالم بيقولوا على اللغة المصرية القديمة الهيروغليفية، وده خطأ شائع قوي جدا. تمام. الهيروغليفي مش لغة. الهيروغليفي هي طريقة أو أسلوب كتابة للغة كان بيتكلمها المصريين زمان. لغة المصريين زمان اسمها اللغة المصرية القديمة، وترجمتها بلغتهم يعني يا إما ميدونتر يعني كلام الآلهة، أو بر انكمت يعني الكلام اللي اتقال في مصر، را انكمت يعني الكلام اللي اتقال في مصر أو كلام المصريين. لكن الهيروغليفية كمصطلح يعني طريقة الكتابة، يعني المصريين زمان كانوا بيكتبوا بخطوط أو بأساليب مختلفة. كلمة هيروغليفي يعني الكتابة المقدسة بمنتهى البساطة كده. زي مثلا دلوقتي لما بنيجي ان نكتب المصحف، او لما تيجي تقري النصوص بنقول بالخط العثماني، بنقول بالخط الكوفي، بنقول الكلام ده كله بالظبط. لما تيجي تقري مثلا النصوص الكتابية اللي مكتوبة على الآثار العربية، ناس كتير ما بتعرفش تقراها، بتلاقي الكتابة داخلة في بعضها كده وشكل الحروف معقد وغريب. وخصوصا مثلا في اللغة الإيرانية هتلاقي أصل الحروف عربي، يعني الحروف الهجائية عربية، بس لكن النطق مختلف. المصري القديم بقى كان بيكتب باللغة المقدسة اللي هي الهيروغليفي دي على المعابد وعلى المقابر وفي البرديات، ودي كانت لغة خاصة بالكهنة فقط. دي ما كانتش اللغة أو ما كانتش طريقة الكتابة اللي المصريين قاعدين بيكتبوا بيها خالص. خالص. ليه؟ لأنها كانت صعبة وما كانتش بتتنقش غير بأسلوب دقيق جدا، فما كانش حد بيعرفها غير الكهنة بس. اللغة الرسمية يعني المصري القديم اتكتب ب3 خطوط أساسية واتضاف لهم خط رابع بعد كده. الخط الثاني هو الخط الرسمي اللي هو الهيراتيقي، اللي هي كتابة الكهنة، وده كان خط بيستخدم في المكاتبات الرسمية والرسائل اللي ما بين الكهنة وما بين الملك، والرسائل اللي ما بين الكهنة وما بين بعض، واللي ما بين الملك والملوك التانيين. فدي كانت لغة رسمية برضو. كأن الفرق ما بينها وما بين الهيروغليفي كأن نسخ ورقعة، لغة أو حروف بتتكتب بطريقة مفصلة وحروف بتتكتب سريعة كأنها فعلا نسخ ورقعة تبسيط ليها. الطريقة الثالثة اللي هي الديموتيقي، ودي طريقة ظهرت في العصر اليوناني الروماني كنوع من أنواع التبسيط أكتر للكتابة المصرية القديمة. أبسط واحدة فيهم بقى خالص واللي انتشرت واللي بسببها عرفنا ننطق الكلمات المصرية القديمة دلوقتي هي اللغة القبطية أو طريقة الكتابة القبطية. ودي حصلت مع دخول اليونانيين والرومان لمصر، لأن هم ما كانوش بيقدروا يقروا هيروغليفي ولا هيراتيقي، وكانوا محتاجين يعرفوا الكتابة والقراية. فالمصريين عملوا حاجة ذكية جدا ولطيفة جدا. يعني المصريين هم اللي عملوها. تمام. عملوا ايه بقى؟ كتبوا الكلام اللي بيتنطق باللغه المصريه القديمه بالحروف اليونانيه، كانك بتكتبي فرانكو اراب دلوقتي. تمام. عارفه لما الشباب دلوقتي بيكتبوا لبعض على الموبايل او على اي اب فالار مش عارفه كده، والحروف اللي ملهاش نطق يستعيض عنها بحرف او برقم او بحاجه، نفس اللي بيحصل دلوقتي. القيمه الصوتيه. فالمصريين احتفظوا بكلماتهم بنطقها، ولكن كتبوها بالحروف اللي التانيين يعرفوا يقروها. فبالتالي الموضوع ده عمل لنا حاجه جميله جدا، وهي ان احنا احتفظنا بنطق كلمات كتيره جدا من اللهجه او من طريقه الكلام المصري القديم. وده على فكره هو ده اللي خلانا عرفنا ننطق الكلمات. يعني شامبليون لما فك رموز الحجر، حجر رشيد، هو ما كانش هيقدر ينطق الحروف ولا الكلمات غير من خلال لغه منطوقه. فهو القصه كلها انا عرفت شكل الحروف وعرفت المقابلات بتاعتها من خلال اللغه اليونانيه القديمه او اللاتينيه القديمه، ولكن عرفنا طريقه نطق الكلمات من القبطي. طب انا عندي سؤال محيرني. طول الوقت هعرف لغه قوم ازاي الا اذا كنت مارستها وسمعتها وشفتها، مش كده؟ صح. اولا هما سؤالين. السؤال الاول، ازاي ان المصريين قدروا، كان شعب متكيف بشكل غير عادي، يعني ازاي قدرت مع كل الحقب دي
انا اتطور، لا وانا كمان بقدم نوع من انواع المساهمه والمساعده. يعني حضرتك لو في المانيا دلوقتي واحنا في 2023 هو بيبقى فاهم كويس قوي انت بتتكلمي بالانجلش، وفاهم كويس قوي انت بتقولي ايه، لكن مش عايز يتكلم حفاظا على القوميه بتاعته او حفاظا على اللغه بتاعته. بالظبط. لما حضرتك تكوني في اليابان كمان بيمتعضوا ان هم يرد عليكي، بيردوا عليكي، لكن هو عايز تفضل او تظل اللغه اليابانيه كده. انا عايزه اعرف احنا ازاي كنا شعب عندنا هذه السلاسه والبساطه، ومعرفش ده كان عيب ولا ميزه، ان انا طول الوقت بتطور، طول الوقت بتنصهر فيا حضارات مختلفه، لحد ما بقينا كده، لحد ما بقينا بنتكلم بالشكل ده. هقول لك حاجه، عارفه هنيدي لما قال المصري معروف بجبروته بالظبط. المصريين بياخدوا اي لغه، اي كلمات بتاعت اي محتل، اي شخص عايش عندهم، اي شخص بيتعاملوا معاه بصوره كبيره جدا، وبيبداوا ياخدوا الكلمات دي ويمصروها ويدمجوها في لغتهم، لدرجه ان الناس بتنسى اصل الكلام. يعني الناس مع الوقت بيحسوا ان الكلمات دي هي لغه، هي مصريه اصلا، هي كلمات كانت في الاصل مصريه، ولكن المصري بياخد الكلمه ويحط لها شويه رتوش كده مصريه ويخليها بتاعته. اولا عشان يقدر يتواصل بصوره سهله وبسيطه مع الشخص اللي هو بيتعامل معاه، سواء بقى كان تعامل تجاري او تعامل حتى لو احتلال حتى. يعني احنا خدنا كلمات كتيره جدا من كل الشعوب والثقافات اللي تعاملنا معاها ودمجناها في اللغه المصريه، وبقت كلمات اصليه، وبقت كلمات مستخدمه في اللهجه المصريه العاميه بصوره عاديه جدا. انت عمرك ادينا امثله كده دكتور فاتن واحنا بنتكلم. ناخد من لغات مختلفه. يعني واحنا بنتكلم عندك مثلا، بما انك بداتي بموضوع الشتايم يعني او الانتقادات، لا ده جزء مهم جدا. فمثلا عندك كلمه عبيط. عبيط دي كلمه مكونه من مقطعين، دي كلمه برضو قبطيه مصريه قديمه مكونه من مقطعين، يعني شخص حمار، بيت يعني حمار، وعا يعني شخص، فالشخص حمار، فانت لما تقول لواحد عبيط يعني انت شخصيتك حماره يا جماعه. يعني عبيط اعرفوا، عشان احنا عبيط ده واخدينها يعني بنهزر بيها. أيوة. هي عبيط، هي عبيطه، حاجات كده. عبيط يعني حمار. اهبل او دي جايه من اللغه اليونانيه، من هابيلوس، يعني شخص على عواهله كده، مش عارف هو بيعمل ايه، او يعني غير مسؤول او تافه. بالظبط. عندك كلمه ايه تاني؟ في كلمات كتيره احنا بندخلها في اللغه بتاعتنا. يعني لما نقول لواحد مثلا ده ايه الولد القليط ده، دي جايه من كلمه إليت، من الفتره اللي الانجليز قعدوا فيها في مصر، فان هو من عليه القوم، فبعد شويه لما يحبوا يتريقوا عليه يقول لك ده قليط يعني إليت. ويقول لك الواد ده ألاجة، او اللبس ده ألاجة. ايه ده حاجه ألاجة قوي. دي جايه من إليجون، من الفرنساويين. كلمات كتيره جدا مستحيل تتخيلي ان اصلها مش قوي يعني. قوي، كلمه قوي دي كلمه برضو معناها جدا او كتير. دي برضو مش اللي هي قوي، يعني مش اللي هي بالقوه، لا. دي كلمه قبطيه معناها كتير او جدا او ممتد. يعني دي كلمه قبطيه، مش من القوي يعني من القوه. عندك كلمه شلق، الست دي شلق. الست اللي هي الفاظها نابيه. طبعا. كلمه شلق جايه من شلك، اللي هي يمد او يمط، يزود. فالست اللي هي بتقول بقى الكلمات وتمط في اخرها، دي معناها جايه من الكلمه دي. عندك كلمه ايه تاني؟ اوباش. اوباش برضو دي جايه من اللغه الفارسيه. يعني عندنا كلمات كتيره جدا جدا. طب انا بقى شفت مثل عجبني جدا جدا، واكيد كلنا عارفينه، اتلم تنتون على تنتن. لا مش عندي دي، بس انا عندي كلمات تانية. يعني مثلا عندك اكل الاكل حتتك بتتك. يقول لك ده مفجوع اكل يعني ايه حتتك بتتك؟ او الاول بس كلمه حتتك احنا بنقولها بلغتين، بلهجتين واللهجتين كلمتين مختلفين. عندك كلمه حات يعني لحمه، وبات يعني عظم. تمام. فحتتك بتتك يعني اكل اللحمه بعظم. حتى العظم. عارفه الكبابجي؟ الكبابجي دي كلمه تركيه. اي كلمه اخرها جي يعني بوسطجي، كبابجي، جزمجي، كل الكلمات دي كلمات تركيه مع الجي اللي في اخر الكلمه يعني صاحب الصنعه. فاحنا الكلمه التركيه كبابجي، لكن الكلمه المصريه ايه؟ حاتي، يعني بتاع اللحمه. حاتي دي كلمه مصريه اصيله، لان كلمه حاتي يعني لحمه، فحاتي هو بتاع اللحمه. احنا المصريين بس اللي بيقولوا على الكبابجي حاتي. مفيش اي بلد تانية بتقول عليه حاتي. عندك كلمات كتيره زي قلنا بقى هم ومم وبو وتاتا وبعبع ووحوي طبعا قلناها قبل كده. عندك كلمه بعبع مثلا، اللي هو هتسكت ولا هجيب لك البعبع. بعبع دي اسم عفريت او شخصيه مخيفه كانوا بيستخدموها زمان في اعمال السحر، كان اسمه بوبو. فلما يحبوا يخوفوا طفل صغير يقولوا له البعبع. كلمه نونو يعني صغير، طفل صغير مصري قديم. كلمه بخ
بخ جايه من بيخ. بيخ هو برضو عفريت او شخصيه اسطوريه بيخوفوا بيها الناس، فلما تقول لواحد بخ دي اكنك قلت اسم العفريت البيخ. وده موجود في المصري القديم. والله احنا عندنا تراث غير عادي، ثراء غير طبيعي. اخدنا من كلمات بقى كتير فارسيه، اللي هي الكلمات اللي اخرها خانه، اجزى خانه، اي حاجه اخرها خانه، دي برضو من اللغه الفارسيه. عندك كلمه برواز دي من اللغه الفارسيه، بيجامه من اللغه الفارسيه. أخذنا كلام كتير جدا من كل الأجناس ومن كل الثقافات والحضارات اللي تعاملنا معاها، خدنا كلامهم ودوبناه وحطينا له شوية بهارات كده مصرية، حطينا الصبغة، حطينا البصمة، لدرجة ان هم يعني نفسهم لما بيسمعوا كلام لا ده كلام مصري، يعني اللي هو وهي كلمة موجودة عندهم. المثل اللي أنا قلته لحضرتك دلوقتي قبل ما نروح لجزمة، اتلم تنتون على تنتن. يعني لسه فاطمه ادريس دلوقتي بتقول لي انه دي كلمه قبطيه قديمه، تنتون وتنتن، واحده بتمثل الصعيد واحده بتمثل المنوفيه، بحيره، البحيره، والاثنين اللي شبه بعض، تنتون وتنتن الشخصان المتشابهان، ودي كلمتين قبطيتين. يعني قوي. بصي بقى نيجي بقى على الجزمه. كلمه جزمه جايه من كلمه تشيزما، دي كلمه تركيه اللي هي اصلا متاخده من الكلمه الفارسيه. كلمة جزمة اللي هي حذاء، هي اسمها في اللغة حذاء. كلمة شنطة جاية من تشانتي، برضو دي كلمة تركية أصلها فارسي. كلمات كتير جدا. الشنطة اللي هي حقيبة احنا بنقول عليها شنطة. صحيح. عندنا كلمات كتير قوي المصريين بيقولوها. بلاش، احنا عندنا مثلا بولاق. بولاق المكان. بولاق دي أصلا دي كلمة فرنساوي. نابليون بونابرت لما جم الحملة الفرنسية سموا المنطقة دي بو ليك دو كير، يعني البحيرة الجميلة بتاعة القاهرة. المصريين اختصروها بقت دولاق. بولاق بولاق الدكروش. يا الله يا الله. جمصة لما راح هناك برضو نابليون بونابرت وشاف البحر وشاف الجمسة حبتها، فالمصريين خلوها جمصة. حاجات بقى كتير من هذا القبيل. طز حاجه طز. ايه طز؟ مش فاهم يعني، مش فارقه معاك خلاص، حاجه ملهاش لازمه، صح؟ طز دي بالتركي يعني ملح. في فتره من الفترات بتاعه العثمانيين لما كانوا موجودين في مصر كانت الضرايب شديده جدا جدا، فكان الملح ارخص سلعه في السلع، فما كانش بيفرض عليه ضرايب. فلما يجي التاجر يعدي من الجمرك او من المنطقه اللي فيها الضرايب يقولوا له معاك ايه؟ يقول لهم طز، يعني حاجه تافهه. فاي حاجه المصري يشوفها بعد كده تافهه يقول لهم طز، حاجه تافهه، حاجه ملهاش لازمه، ملهاش قيمه. صح. كلمات كتيرة قوي 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 واخدينها من كل الناس اللي اتعاملنا معاهم. كلمة فوطة منشفة، يعني فوطة دي كلمة أصلها لغة قبطية معناها منشفة. كلمة بشكير كلمة من اللغة الفارسية معناها منشفة. كل بشكير من اللغة الفارسية. أيوة. والفوطة من اللغة القبطية، يعني مصري القديم قبطي. طيب هي يعني كده اللغة معناها ان هي بدأت تتطور وتتلائم مع كل الساكنين حتى وصلنا لهذه اللحظة. بالزبط. وازاي تخلصنا بقى من كل اللغة دي وبقينا بنتكلم عربي بالشكل ده؟ وبرضه احنا العربي بتاعنا عربي خاص جدا جدا بالمناسبة، يعني كل الأقاليم العربية اللي حوالينا او الجغرافيا الدول اللي حوالينا بتتكلم العربي، واحنا بنتكلم العربي بشكل تاني خالص. الشعب المصري، التطور اللي حصل لحد ما بقينا نتكلم اللغه دي دلوقتي ازاي؟ هقول لك حاجه، الشعب المصري من الشعوب اللي بتتمسك قوي بالحاجات اللي خاصه بيها. ففكره ان احنا نتخلى عن اللغه دي فكره صعبه جدا. المصريين من اوائل الشعوب اللي في المنطقه اللي كان عندهم لغه معروفه ولغه مكتوبه. في لغات كتير جدا في العالم بس مش كلها لغات مكتوبه، زي مثلا اللغات اللي موجوده في باطن افريقيا من جوه مش لغات مكتوبه، هي لغات منطوقه بس. فاللغه اللي بيديها الثقل بتاعها هي الكتابه، الحفاظ عليها. المصريين القدماء بداوا الكتابه بدري جدا، عشان كده احنا بنقول ان احنا من اقدم الحضارات. هو ايه اللي بيخلينا نقول ان احنا من اقدم الحضارات؟ ان احنا عندنا لغه مكتوبه قديمه. ما في حضارات كتيره جدا منذ بدء البشريه موجوده، بس لا ودي اللي قدرنا نعرف التوقيت. يعني يقول لك من بعد ما عرفنا فن الكتابه، يعني بالزبط. احنا عمرنا كام سنه؟ 7000، لا ما يزيد، احنا 7 بس من اول ما بدانا نسجل. من قبل التاريخ وما بدايه التاريخ. ما قبل التاريخ ده اللي هو ما قبل معرفه الكتابه. فالمصري القديم من اقدم الشعوب اللي بدات تكتب وتوثق. فكره الكتابه دي في حد ذاتها عملت توثيق للغه.
اللغه بقت راسخه وموجوده. تاني حاجه فكره تعدد الخطوط، ده برضو عمل ثقل للغه، ثقل وقوه جدا للغه، ان مش اي حد يكتب باي خط ومش اي كلام اي حد يقراه، فعمل ثقل جامد جدا للغه. حاجه تانيه هي ارتباط المصري بلهجته. يعني لما جم العرب، انت عارفه ان مصر قعدت فوق ال 150 سنه ما بيتكلموش عربي المصريين بعد الفتح الاسلامي. ناس متخيله ان عمرو بن العاص ده كان السؤال بقى. انا يعني ده كان سؤال، انا قلت لحضرتك انا عندي سؤالين اكتر من 150 سنه. انا قلت لحضرتك ان انا كان عندي سؤالين. السؤال الاول ازاي قدرنا نعمل ده، والسؤال الثاني كان انا جيت فتحت بلد، والبلد دي مش يعني شبه الجزيره العربيه كله بالجوار بتاعها، ربما كانت اللهجات بس شويه مختلفه، لكن اصل اللغه العربيه كان فيها، فبالتالي دخول الاسلام فيها كان يعتمد على اللكنه بس، يعني نظبط شويه تفاصيل بالزبط. لكن مصر بتتكلم لغه قبطيه، دوله قبطيه او دوله مسيحيه قبطيه، لانه قبط يعني مصري طبعا. فمسيحيه قبطيه. ازاي قدرنا نتكلم عربي وننسى كل اللي فات ده؟ ما نسيناش قعدنا قد ايه بقى؟ قعدنا حوالي 150 سنه. العرب لما جم، ناس كتير بتعتقد انه عمرو بن العاص جه بالجيش ودخل وعمل الفسطاط وفجاه المصريين بقوا بيتكلموا عربي في يوم وليله. ده مش صحيح مطلقا. ده العرب لا، هو كان معاه مترجمين وكان معاه طبعا طول الوقت. ال 120,000 ما كانوش الجيش، ده كان ناس ثانيه، قبائل، جاب قبائل وعمل المدن واستوطنوا، وجاب يعني مجموعه قبائل كتيره جت من شبه الجزيره العربيه مع الفتح الاسلامي، واستوطنت مناطق محدده ومعروفه في الشرقيه ومناطق والصعيد، الشرقيه والصعيد. ايوه بالظبط، في الفيوم ونزلوا لتحت. المهم طيب القبائل دي قعدت قد ايه؟ قبائل يعني بيتعاملوا بصوره فيها صعوبه 150 سنه. ليه؟ لان المصري فضل مرتبط بلغته وبطريقه كتابته ال 150 سنه دول، لحد ما بدا يحصل شويه خطوات خلت المصريين يضطروا، وخلي بالك من كلمه يضطروا، يغيروا اللغه بتاعتهم. الاول على فكره الموضوع ده ما كانش بس من العصر الاسلامي، حتى في عصر الاسكندر الاكبر. لما الاسكندر الاكبر جه مصر كانت الكتابه الهيروغليفيه والكتابه الهيراتيقيه والديموتيقيه معروفين وموجودين، والمصري القديم بيتكلم لغه مصريه قديمه. تمام. بس لما الاسكندر الاكبر جه ومن بعده البطالمه او الاسره البطلميه، يعني ما حبوش ان هم يغيروا اللغه. استخدموا اللغه اليونانيه اللاتينيه في المراسلات والحاجات الرسميه، ولكن تركوا الشعب المصري بيتكلم اللغه القبطيه اللي هي بقت خليط. يعني اول مرحله لتطور اللغه المصريه من المصري القديم للغه تانية او للهجه تانية او لكنه تانية كانت في الفتره دي، فتره دخول الاسكندر الاكبر لارض مصر. بداوا المصريين يعملوا خليط ما بين اللغه اليونانيه اللاتينيه وما بين اللغه المصريه القديمه. بداوا يكتبوا الكلام بتاعهم بالحروف اللاتيني وينطقوه بطريقه النطق المصري القديم ويزودوا عليه بعض الاصوات البسيطه. فبقت الكتابه القبطيه هي كتابه مختلطه، بتتكتب بطريقه وبتتقرب زي ما حضرتك قلت الفارسي مثلا او الفرانكو اراب مثلا، بيتكتب بحروف لاتينيه وبتتنطق بالطريقه المصريه القديمه. واضافوا طبعا بعض الكلمات وبعض الاصوات، ولكن فضلت اللغه المصريه القديمه لغه مسموعه، المصريين بيستخدموها في الكلمات لحد ما هيجي المسلمين ويفتحوا ارض مصر وتبقى مصر تابعه للدوله الاسلاميه. هتفضل الاول في اول مرحله المراسلات الرسميه بس اللي كانت باللغه العربيه، وكان المعاملات ما بين العرب والمصريين كان بيبقى فيها بعض من الصعوبه علشان ان هم يتواصلوا مع بعض، وكانوا عشان كده العرب بيجيبوا عائلاتهم وقبائلهم وناسهم يعيشوا معاهم. امتى بدا المصريين يتكلموا عربي؟ مع اول مرحله تعريب الدواوين في العصر الاموي. بدا يصدر قرار انه ما ينفعش يبقى دوله تابعه للحكم العربي والاسلامي والدواوين بتاعه الدوله، الوزارات، الحاجات الرسميه بتتكتب بلغه غير اللغه العربيه. فاضطر ان كل الناس اللي هتشتغل تابعه للحكومه، انا هشتغل في الحكومه بقى اللي هي فبقيت اعرف اللغه لازم دي، اتعلم عربي. اضافه الى ان بدا ناس يدخلوا في الديانه الاسلاميه. بالظبط. اي نعم. برضو المصريين قعدوا فتره طويله على فكره، المصريين الاصليين مع تناقش الديانه الاسلاميه بمجرد الفتح الاسلامي. احنا قعدنا شويه كتير، ولكن بدا اعداد من الناس تتعلم اللغه العربيه عشان يقدروا يمارسوا الطقوس بتاعه الاسلاميه. يعني يقدروا يقرأوا القرآن يصلوا وهكذا. بعدها المرحله اللي بعدها جت بقى فكره المدارس، التعليم. ما بقاش المصريين يقدروا يلتحقوا بمدارس لان المدارس تابعه للدوله، والدوله عربيه اسلاميه، فلازم الاطفال يكونوا بيعرفوا يتكلموا عربي. زي دلوقتي عشان ابنك يتعلم تعليم راقي لازم يكون بيتكلم لغه اجنبيه، عشان معظم المدارس الكويسه اللي هتاهله لحاجات كويسه اللغه الاصليه فيها لغه اجنبيه. بس احنا برضو ما احتفظناش احتفاظ
كما يليق باللغه القبطيه القديمه. دلوقتي في اتجاه اخر من الدوله احنا بنشوفه، يمكن بعد كام سنه او يمكن السنه اللي جايه، يمكن السنه دي، يمكن السنه اللي بعدها، في خطط كتير بعوده اللغه المصريه القديمه مره اخرى، ونتمنى ان ده يحصل، لانه لما يبقى عارفه حضرتك في تنوع لازم كلغه طبعا. انا دلوقتي بقدر اتعلم الالمانيه، بتعلمي ابنك الماني وانت مش ما عندكيش يعني اضطرار انك تتعلمي الماني، لكن بتتعلميه والولاد بيستجيبوا. بيتعلموا الصينيه وهم طب انت عارفه ان اللغه القبطيه او اللغه المصريه القديمه كانت بتدرس احيانا في المدارس لحد من قريب جدا، وفي كتب في اللغه المصريه القديمه وكتب في اللغه القبطيه كانت بتبقى على الطلبه، بتتعمل للطلبه لحد من اربعينيات وخمسينيات القرن اللي فات كانت موجوده، بس ما كانتش لغه بتستخدم. خلي بالك المصريين قعدوا، احنا بقالنا 1400 سنه العرب عندنا في مصر، وال 1400 سنه لسه بنستخدم كلمات مصريه قديمه، يعني كلمات كتير جدا بنستخدمها. ونتمنى احنا في اصل الحكايه بنرجع الناس انها تفهم انه اللي احنا بنستخدمه كل يوم في كلامنا هو ليه اصل يخصه هو بتاعنا الهويه بتاعتنا. خلي بالك بقى دلوقتي بقى في شويه خطوات كده لطيفه بنحاول ان احنا نكمل عليها. يعني مثلا في برنامج اتعمل على التلفزيون المصري عن تعليم اللغه المصريه القديمه، فبرنامج رائع جدا لانه قادر يرسم يعرف الحرف المرسوم بنطقه ايه، وبالتالي احنا بقينا عارفين على الاقل كل واحد اسمه، فيبقى فاهم ويجيب لك خراطيش وحاجات ويقول لك تحاولي تقريها. في عندك حاجه تانية بقى، ابلكيشن على الموبايل اتعمل برضو لسه في خلال السنتين اللي فاتوا ولا 3 سنين اللي فاتوا، ابلكيشن تدخلي عليه اي كلمه يترجمها لك باللغه المصريه القديمه، هايل، ويديكي نطقها كمان. فدي حاجه رائعه جدا. في خطوات، بس الخطوات لسه قدامها شويه. لا كمان لازم نوعي الناس. يعني احنا بدانا بقى نتكلم عن الموضوع ده، وبدانا نعمل فيديوهات وننزل ونعمل برامج ونتكلم عشان الناس تعرف ايوه لا الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام مصري قديم. صحيح. بالذات لو نزلتي بقى الصعيد، لو نزلتي الصعيد، لا الصعيد والشرقيه يعني احنا عندنا في مناطق كده الصعيد والشرقيه هتلاقيهم الكلمات دي غريبه شويه، لكن هي مش غريبه، هي ليها اصل الحقيقه. انا ليه بقول لك الصعيد؟ لان الصعيد اللغه القبطيه ما زالت بتستخدم في بعض البيوت القديمه وبعض الناس الكبار، فاللغه القبطيه 99% من كلماتها هي مصريه قديمه، فهتلاقيهم محتفظين بحاجات كتيره جدا. القعده معاكي ممتعه، مفيش حرف بيخرج من دكتوره فاتن غير لما بيكون ممتع وشيق، وانا اتمنى طول الوقت اشوفك بخير وسعاده وتثري الحلقه بكل المعلومات الجديده. بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني. دكتوره فاتن صلاح، استاذ تاريخ العماره بكليه الهندسه، وكنا النهارده بنتكلم عن اللغه.